السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا النهاردة يعني اتطلب مني ان انا اعمل حاجة زي كده. لحظة اهو. جدار زي ده بالظبط، وده سهل جدا مفيهوش اي افتكاسات. طيب، تعالوا نعرف ازاي احنا ممكن نعمل. دلوقتي انا عندي دي الصفحة بتاعتكم هو. تمام. هنيجي هنرسم مثلا غرفة. هنرسم غرفة مثلا. طبعا انا كنت عامله تيست كده عليه عشان اجي اشرح لكم كده على طول. هنيجي هنا مثلا غرفه. هنعملها مثلا 5 في 5. طبعا احنا بنعمل المساحه، بس برضه هنظبطها تاني. هنظبطها تاني ليه بقى؟ لان احنا لما بنيجي نقفلها ما بتجيش. يعني 5 في 5 الأوضة تبقى 25، لا ما بتجيش كده ليه؟ عشان سماكة الحائط والكلام ده كله، فاحنا بنرجع تاني نظبطها 5. بنمسك جدار جدار وإيه ونظبطه. خلاص احنا هنا عملنا الغرفة بتاعتنا. فانتوا زي ما هنا ما انتوا شايفين، هنا كان في الغرفة كان هنا شباك، والشغل كله في الجدار، وهنا شباك. طيب تعالوا. طبعا يا جماعة، لما مثلا عميل يقولك مثلا أنا عايز حاجة زي كده، مش هتبقى كوبي بيست طبعا. لازم يبقى كل واحد لينا في لمسة من دماغه. ما ينفعش إن أنا أعمل الحاجة كوبي. لا طبعا. طيب احنا هنجيب هنا، هنحط هنا شباك. فهنعمل هنا الشبابيك اللي هي من الأرض للسقف. فهنختار مثلا نختار مثلا ايه نختار مثلا ده. هنعمل الشباك، يعني احنا عايزينه مثلا هنا كده. اوكي. وهنعمل الباب بتاعنا، احنا عايزين اوكي خلاص كده اهو. ما نشوف هنا ارتفاع الشباك، فاحنا عايزين مثلا 2. طيب، هنيجي هنا نختار الباب برضو. الباب اللي انت عايزه بقى. فممكن نختار حاجة زي كده. بس احنا عايزين هنا الباب 95. تمام. وارتفاعه اهي الغرفة. الباب بتاعنا. طيب، احنا هنا في الغرفة اللي كانت الأرضية باركيه بالشكل ده. فهنيجي هنا عند الأرضية هنختار باركيه. وهنختار طبعا، انت من كتر ما انت هتقعد تشتغل في البرنامج، فانت ايدك خلاص خدت على ال- الجهاز، على الأماكن بتاعة الحاجة. ممكن نختار حاجة زي كده، أو نختار حاجة زي كده، أو كده. تعالوا نختار كده نشوف. دي حلوة. خلاص اخترنا. هنيجي هنا ندهن الأوضة، بس أي دهان مؤقتا 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 بس يعني. بعد كده احنا عشان بس يبقى في شكل كده، وتبقى الأوضة كده. أنا بحب أعمل كده يعني. انتوا بتحبوش عادي يعني، ما تعملوش. أنا بحب أدهن الحاجة الأول. خلاص احنا عملنا هنا الحاجة بتاعتنا، الأرض بتاعتنا وكل حاجة. طيب تعالوا بقى نعمل الشغل اللي على الجدار. طيب، تقريبا النت النهارده وحش. طيب، انا همسك الجدار ده. طبعا انا قلت لكم اللي احنا مجرد ما بنمسك الجدار فبيعمل عليه تحديد باللون الازرق، فمعنى كده ان انا الجدار ده جاهز اللي انا ادخل بقى اشتغل عليه. فهعمل اديتور وول، وهنبتدي ان احنا نشتغل على الجدار. اول حاجه عندي هعملها هقسم الجدار الشغل بتاعي. فانا عايزه اعمل المسافه هنا. بصوا هنا شايفين المسافه هنا. فانا هنعمل المسافه اللي هنا دي هتبقى متر مثلا. خلاص. انا عملت ايه برضو من الاول عشان تبقوا شايفين. جبت هنا دوست هنا من عند المسطره، وباجي هنا اقف عند اول الجدار وبعمل
المسافة متر، وهعمل المسافة اللي هي فيها الحجر ديت عايزاها مثلا متر 30. خلاص، والمسافة دي خلاص هنسيبها زي ما هي. هننزل هنعمل برضو كده، هننزل من السقف، هننزل مثلا 20 دوت الاكستروجن اللي انا هعمله للسقف ان شاء الله لما اجي اعمله. طيب انا هعمل الحيطه كلها، هعمل لها اكستروجن مثلا 10 سم. خلاص، طبعا مش باين حاجه اللي احنا عملناه دلوقتي. طيب هاجي اجيب ريكتانجل كده، واقوم دايسه هنا اهو على المسافه دي، وعامله ريكتانجل، وهعمل الاكستروجن بتاعه صفر، هرجعه صفر زي الاول. فبصوا بقى، بصوا الجدار كله طالع ما عدا الجزء ده. همسك الجزء ده، اللاين ده، وهعمل هنا إضاءة مخفية، وهغير الإضاءة أعملها على وورد، وهقوم مزودة الإضاءة أعملها 600 مثلا، وهاجي عند السكشن دوت. اوكي، وهقوم ماسكه الاضاءه دي، الاضاءه يا جماعه اللي انا اللي هي المفروض موجوده، الاضاءه المخفيه، فهقوم مقرباها شويه بس، ماشي، وهعمل خلاص اوكي، وهاجي ادوس على اللاين ده، واقوم حاطاه على هنا. خلاص، يعني هنا اصبح في اضاءه مخفيه، وهنا في اضاءه مخفيه. الجزء دوت لا، بصوا ما فيهوش. طيب خلاص. طيب لو بصينا هنلاقي ان هنا في خطوط سودا، وهنا خطوط سودا، وهنا خطوط سودا. طيب هنعملها ازاي؟ ولا اسهل ولا اسهل ولا اسهل. هتيجي هنا اهو، هتعمل مثلا اي ريكتانجل كده، بس عايزين نعمل حاجه مثلا، حاجه رفيعه قوي كده. خلاص بصوا يا جماعه، انا عملت عملت الحته دي، فهاجي هلونها باي لون بقى، اي لون اسود عندي، وملوناها طبعا. انا عايزه حاجه سوداء قوي او رمادي. فمثلا نخليها مثلا كده، وعايزين ممكن نصغرها شويه. بصوا يا جماعه، خلاص احنا عملنا اللاين دوت، فهنيجي ناخد نفس اللاين ده، هناخد كده نعمله، هنضغط في النص كده اهو، وهنعمل دبل كيك، ماشي، وهنقوم حاطينه مثلا نحطه هنا كمان وهنا كمان. خلاص بصوا يا جماعة، حطينا هنا وهنا وهنا، ماشي. الغرفة في منتهى السهولة أصلا. خلاص طلعنا بقى، هنطلع بقى من اللي احنا عملناه ده. طبعا احنا يعني احنا ما عملناش، ما لغيناش الاكستروجن بتاع الجدار كله، غير في الجزء ده. طيب احنا عايزين بقى نحط هنا حجر، هنعمل ايه؟ هنيجي ندخل هنا عند الموديلنج، هنيجي هنا عند الجزء بتاع البناء، هنيجي عند الجزء اللي هو بتاع الديكور بتاع الحائط، ماشي. بصوا بقى، اي حاجه فيها رخام هاتها واستخدمها. فبص، انا هقول لكم تعملوا ايه. آم، بصوا يا جماعه، شايفين البلوك ده، هاخده كده اهو، واقوم جايبه هنا من عند الادوات، هاجي عند الفرشه، وهاخد الجزء اللي هو الحجر اللي في البلوك، واقوم حاطاه هنا. شايفين؟ منتهى السهوله. ماشي، حطه كده بقى على جنب. في حاجات دهانات بتبقى في البلوك هنا، بتبقى حلوه قوي. فانا بقوم مثلا ايه، مثلا البلوك ده الدهان بتاعه عاجبني، ماشي، اقوم جايه كده اهو، وهقوم دايسه هنا، دايسه هنا، دايسه هنا، دايسه هنا، يعني واخده اي لون بلوك، اي حاجه عجباني في اي بلوك من الخارج جاهز، يعني جاهز، اقوم واخداها وعامله زيها. خلاص بصوا، احنا كده عملنا خلاص الجدار بتاعنا، ولا اسهل. طيب تعالوا بقى نحط مثلا سرير بقى قريب. فانا كنت مجهزه برضو سرير، هوريهولكم عشان الفيديو بس ما كانش طول، فكان لازم ان انا اجهز حاجتي. فانا بصوا السرير ده اشوفوا شكله برضو عامل ازاي.
طبعا انا قلت لكم بنجيب اقرب شبه للحاجه، او مش لازم حاجه السرير يبقى زي ما هو في الصوره، لا طبعا. فانا هجيب السرير ده اللي هو الشكل بتاعه ده، تمام، هجيبه واظبط بقى المقاس بتاعه من الجزء ده. وبعد كده هجيب بقى الكومودينو دوت. بصوا هتبقى برضه، انا بقى زي ما قلت لكم ان انا كنت مجهزه كذا حاجه. بصوا اهو، ماشي، ممكن تجيبوا حاجه زي كده، ممكن حاجه زي كده، بس احنا عايزين نجيب الحاجه القريبه من ال من ال من التصميم، فهنجيب البلوك ده اللي هو ده. خلاص، احنا مثلا نخلي السرير ده هنا شويه، نخليه هنا مثلا، ماشي. وهنيجي هنا، هنيجي هنا اهو، نعمل، هنزود ارتفاعه بس شوية، وهنقوم مكبرينه شوية من الجزء ده، تمام. وهناخد نفس الكومودينو ده وهنحطه هنا، طبعا هنصغره بقى شوية، وطبعا هنقوم بقى مظبطين السرير بتاعنا، هظبطه. خلاص بقى يا جماعة، خلاص أنا اهو حطينا الكومودين هنا، وحطينا واحد هنا، كان هنا هنا هما الاتنين زي بعض، بس عشان احنا المساحة، بس بيتهيألي ده غامق شوية وده فاتح شوية، بس الفكرة هي تمام. هنيجي هنا نحط سجادة. أنا كنت جايبة حاجة زي كده، هي السجادة طبعا مختلفة، بس انت بتجيب يعني أقرب شبه، يعني اللي هو ما يغيرش من التصميم. هنجيب هنا ستارة، فأنا بفضل إن الستاير اللي نجيبها تبقى الستارة اللي هي شفافة دي كلها، بتبين الشمس كده وتبقى شكلها جميل. خلاص، طيب، تمام يا جماعة. طيب تعالوا بقى نعمل السقف، تعالوا بقى نعمل السقف. طيب هنيجي هنا عند السقف وهنحدد وهنعمل editor ceiling. السقف بتاعنا بسيط برضو في الصورة، فبرضو زي ما قلت لكم مش لازم نعمله هو بنفس التفاصيل، فاحنا هنعمله بطريقتنا احنا، بس يبقى نفس الطابع برضو. هنعمل اكستروجن للسقف، زي ما قلت لكم ان السقف ده الجزء ده اللي انا شايفاه هنا، اللي انا وانا واقفه فوق، واقفه في الاوضه وببص فوق، هو ده الجزء اللي هو ده اللي انا شغاله عليه، اللي انا بشوفه. طيب احنا هنعمل اكستروجن للسقف، هنعمل له 20 سنتي، ماشي. وهنيجي هنا اهو، هنيجي نعمل ريكتانجل، هندوس هنا، هنعمل ريكتانجل، اوكي. وهنمسك كده الريكتانجل بتاعنا، وهنعمله مثلا يبقى، لا يعني 20، تمام. دي هتبقى الفتحة اللي فيها الستاير، وهنعمل نفس الكلام هنا، ماشي. هنعمل الاكستروجن بقى في الجزء ده صفر، بحيث ان دي هتبقى دي اضاءة مخفية، وكمان الجزء اللي انا هخبي فيه الستاير، شايفين؟ طيب خلاص، خلاص هنا ظبطنا. فهنمسك اللاين ده، انا اعمل فيه اضاءة مخفية، فهدوس على الجزء ده وهغير الاضاءة، اخليها على اللي هي صفرة ديت، وهنغير هنا، هنعملها مثلا على 600 الإضاءة، وهنجيب الإضاءة دي، الإضاءة بتاعتي هقوم مطلعاها كده شوية، وآخد الجزء ده وهقوم حاطاه هنا. خلاص، خلاص يا جماعة اهو ظبطناها. هنيجي بقى نعمل عند الإضاءة في أنا جزء في التراك لايت، أنا كنت حافظاه يعني في المفضل، أنا بحبه قوي، اللي هو دي، أو ممكن مثلا نختار حاجة معاكم جديدة يعني. نختار
لايت، هنيجي هنا عند التراك لايت، وممكن نختار حاجة زي كده، أو ممكن نختار برضو حاجة زي كده، أو حاجة زي كده. حاجة زي كده تبقى لذيذة برضو. تعالوا كده نشوف. ماشي، نختار حاجة زي كده، ممكن نكبرها شوية. وهنعمل هنا نحط بقى سبوتات. اهو حطيت السبوتات في الجزء ده كله، تمام. وهاجي بقى هنزل زي إضاءة كده هنا ناحية السرير. هنيجي عند الإضاءة وهنيجي نختار. ممكن عندنا حاجة زي كده، عندنا حاجة زي كده، فتعالوا نختار مثلا حاجة زي كده. تمام، وهنعمل نفسها هنا. خلاص. تهيألي دي بعيدة شوية عنها. ممكن نعمل هنا زي تلفزيون. احنا اهم حاجة عندنا الجزء بتاع الجدار يعني، فممكن نجيب حاجة زي كده، نعمل حاجة سريعة يعني. نعمل حاجة زي كده ونقوم حاطينها. تمام. وهنجيب هنا شرايط ليد. الجزء ده والجزء ده هنعملها ازاي؟ هنيجي عند هنا، هنكتب في السيرش هنا لايت ستريب، وهنختار الإضاءة دي، نحطها هنا مثلا. نقوم مزودين في الارتفاع بتاعها. ماشي، وهنيجي هنا اهو ونحط برضو كده، ونزود في الارتفاع بتاعها. ونيجي برضو، انا عايزة اللون هنا يبقى عادي برضو نفس اللون او ممكن نغيره، نخليه مثلا لون خشبي. هنخليه لون خشبي، وهنغير في التجاعيد ديت، هنقلب الزاوية بتاعتها. هنعملها ازاي؟ هندخل عند ايديت تعديل الماتيريال، وهندوس عند الجزء دوت، وهنعملها نقلب الانجل بتاعها تبقى 90. وممكن الزوم بتاع العروق بتاعتها نقللها شوية. ويلا اهو خلاص كده اتعمل. وهنيجي بقى عند الأجهزة، نختار تلفزيون. وبس كده الموضوع ولا أسهل. خلاص يا جماعة، بصوا عملت التلفزيون ظبطته. ماشي. ممكن هنا بقى نحط أي هنا مثلا زرعة. وهنا حطيت هنا اتنين يعني كرسيين. تمام. لحظة، هحط بقى هنا طاولة، وهحط هنا زرع، بس عشان وقت الفيديو هحطهم أنا. خلاص اهو يا جماعة، احنا عملنا الغرفة بتاعتنا. اوكي. يلا بقى نعمل ريندر ونجيلكم. طبعا انا قلت لكم المرة اللي فاتت ان الريندر لحظة. بصوا يا جماعة، في الريندر بقى بتاعي آه انا دخلت الشمس، عملتها ان الشمس ساقطة على 38، وعملت شدتها 100. وهنا عملت سهم الشمس دوت على 6000، وده 6000. انا مش عارفة انا كنت بسجل ولا لأ. ده 6000، وده 200. الريكتانجل ده على 200. ده الإضاءة الشدة بتاع ده هنا على أبيض، وهنا على أبيض بس أهدى شوية. وهنا على 350، قصدي مش 360 مش 200. وهنا جبت ريكتانجل عملته على 200، وحطيت جواه سيركل عملتها على 350، والسيركل ديت على إضاءة اللي هي الصفراء، والريكتانجل هنا الإضاءة البيضة. وحطيت هنا الإضاءة اللي هي زي ديت في الناحية دي بتاعة الأباليل. وتعالوا بقى نعمل ريندر ونشوف.